التجربة دي أثبتت إن تفكيرك ممكن يلعب بطبيعة جسمك، لا وكمان يأثر على ثقتك بنفسك. تجربة مجنونة اسمها مايند اوفر ميلك شيك. الباحثين جابوا مجموعة من الناس وقال لهم اشربوا كوباية ميلك شيك. الكوباية دي كان فيها 380 سعرة حرارية، بس هم ما عرفهمش كده وقسموهم مجموعتين. المجموعة الأولى الكوب بتاعه مكتوب عليه إنه دسم جدا وفي 620 سعرة حرارية. المجموعة التانية الكوب بتاعهم مكتوب عليه إنه فات فري وان 140 سعره حراريه بس. والمفاجاه الصادمه لما قاسوا هرمون الجوع او الجريلين في دمهم بعد التجربه اكتشفوا شيء عجيب. لقوا ان المجموعه اللي شربت وهم مقتنعين انه دسم جدا انخفض عندهم هرمون الجوع وحسوا بشبع. اما المجموعه الثانيه فضل هرمون الجوع عندهم عالي جدا والجسم اتعامل انه خد سناك خفيف، مع ان الاثنين نفس عدد السعرات الحراريه. وده بالظبط اللي بيحصل لك في المواقف الصعبه، سواء لما تيجي تتكلم قدام الناس او تدخل انترفيو. تفكيرك ان ازاي هطلع اتكلم قدامهم واكيد هغلط وانك خايف ومهزوز، ده بيخلي عقلك يصدق الكذبه ويفرز هرمون الكورتيزول اكتر وتبدا تعرق وايدك ترعش ورجلك تخبط في بعضها. لكن لو العكس، لو انت مقتنع ان هم بشر زيك وانك هتأدي ان شاء الله كويس جدا وواثق من نفسك، عقلك هيصدق اللي بتقوله وهيبدا يهيئ جسمك وهتكون هادئ. فاعمل سيف الفيديو عشان تفكر نفسك قبل اي موقف مهم، وقول لي في التعليقات بصراحه بتقول لنفسك ايه لما يكون عندك حدث مهم.